السلام بتقبيل الرأس تقليد توارثه إنسان هذا الجبل أبا عن جد. ولبس أبدو. عليكم السلام. يلا حيهم. ويجتمع الرفاق تزين رؤوسهم الخطور من أشجار الكاذي والبعيثران والخزامة وسط كلمات الترحيب والاستقبال. الله يعافيك. كم خير الحمد لله. كل خلايف بالعافية. الله يعافيك. ارحبوا تسلموا. يلا حيهم. تسلم تبقى. قدرتم وصلتم هنا. والله يا رجال الحين وصلنا. يلا خير تسلم. حلو طلبين قهوة نفس. حلو طلبين قهوة. والله أبشر. ما قد جاكم مطر ولا؟ والله ما يلحق. ما مطر ما قد جانا بعد. باقي يعني عندنا وقت شوية. ما قد جانا عدا. لكن الطقوش يعني شوية ما قد عدا. ومهوش ما يشبع. والله مهوش ما يشبع يا رجال. ما يشبع. عزة سامر في من جبل. نقعد نرفي ونخني ونلفلف قصبه وما نحفى عدا. كنا مرجع سحنا رجعنا الديرة اليوم. ايه كنا مرجع؟ والله كنا يا رجال مجبلة. رجال داخلي. كنا في جبل محشر. ايوه. ايوه ما رجعنا. منعوا معه. والله يا رجال ديرتنا الله مر الحمد. ايه مطر والحمد لله الدنيا نعمة. ايه واليوم والله اسمهوش. وأثناء تناول القهوة والشاي تدور الأحاديث عن أخبار الأمطار والزراعة وأسعار المواشي في الأسواق. بكيفش لكن بس خايف يا أخي ما نربح والله سبحان الله يعني ما إذا جينا بها السوق وما ربحناها نروحها والله بكيفش يعني لا بغيت لا بني الشارع. لا نتشارك فيها لازم نتشارك فيها نروح لها ونعين ونعدها كم. ويعتبر هذا الحبل من أهم الوسائل المستعملة لإيصال هذه المنتوجات من أعماق الوديان إلى شعاف الأجبلة. عمق وجودها وارتباطها بالأرض والقيم الاجتماعية والروحية المتوارثة في هذه المنطقة. ولا يزال بعض هذه القبائل يستعمل قوافل الجمال كوسيلة لتنقلها من مكان إلى مكان تتتبع مواقع القطر ومصادر المياه. وتمثل زراعة الذرة المحلية وإنسان الجبل هنا يعشق السماع إلى الموسيقى والأغاني الشعبية حتى أثناء تنقلاته في المزارع والأسواق.
وتعتمد هذه البساتين على الأمطار والسيول المتحدرة من أعالي وعروض الجبال. ومعظم بساتين الموز والعنبرود، وهي فاكهة تشبه المانجا، لا يتواجد إلا على ضفاف الشعاب ذوات المياه الجارية على مدار السنة. وبعض الأهالي يستعمل ثمرة هذه البساتين لسد حاجته وحاجة أسرته الخاصة، ثم يحمل ما زاد منها إلى الأسواق المجاورة لبيعها هناك. الأبيض والأحمر. والآن وقد حان أوان الحصاد، فإن المشكلة تكمن في عدم توفر اليد العاملة، وليس أمام الفلاح إلا أن يحصد حقله بنفسه أو يتركه عرضة للطيور. ولهذا فإنه غالبا ما تشترك جميع أفراد الأسرة في عملية الحصاد، ويبقى قصب الذرة مع سنابله على الأرض لعدة أيام حتى تجف السنابل تحت أشعة الشمس، ليقوم النساء بجد هذه السنابل وتجميعها تمهيدا لعملية فصل الحبوب عنها. وتتم عملية الفصل بواسطة هذه المطرقة المصفحة والغليظة، والتي صممت خصيصا لهذه العملية، وهي ما يسمونها بالخبيط. وتمثل زراعة الذرة المحلية المصدر الرئيسي لدخل الفرد العادي وتغذيته. ومعظم الأهالي لا يزالون يستعملون أدوات الزراعة التقليدية، وهي عبارة عن ثورين متساويين في الحجم والسن لجر المحرات، والذي هو عبارة عن جذع مثلث من جذوع الأشجار المتوفرة في المنطقة، وتربط إلى مؤخرته أنبوبة مجوفة لتنفذ من خلالها بذور الذرة إلى باطن الأرض. وهناك فصول لزراعة الذرة متعارف عليها، أهمها فصل الخريف، وتزرع فيه الذرة مرة واحدة لتحصد فيه 3 مرات على مدى 6 أشهر متتالية. ثم فصل الصيف، ويعتمد على الأمطار النازلة في فصل الربيع. وكان الجبل في هذا الجزء من المملكة العربية السعودية يعاني من مشكلتين أساسيتين، هما مشكلة الماء ومشكلة المواصلات. وتتمثل مشكلة المياه في عدم توفر المصادر الدائمة والصالحة للشرب منها، فما أن تهطل الأمطار على أعالي الجبال حتى تتلقفها الوديان العميقة لتجري بها إلى سواحل تهامة. ومن أجل هذا فإن سكان هذه الجبال يضطرون للنزول يوميا إلى الوديان التي تتخلل هذه الجبال للتزود بما يحتاجونه من الماء.
ورغم أن هذه الوديان تجري مياهها طوال السنة، إلا أن هذه المياه ربما أصبحت غير صالحة للاستعمال، ومن ثم فإن على الأهالي البحث عن مصدر آخر لماء الشرب. وتمثل الآبار اليدوية في أعماق الوديان أنجح وسيلة للحصول على مياه الشرب، ليس فقط للإنسان بل ولما يملكه من حيوان.